يلا بينا نتعلم مع بعض طريقة الشنطة الكليم اللي هتكلفك 50 جنيه بس لو جبتي باكج الكليم من عندنا. بيكون عبارة عن بكرتين من الخيط، كل بكرة بتعمل معاكي شنطة، والباكج ب100 جنيه بس، وبيجيلكوا كمان معاه الإبرة بتاعته. هنبدأ بعقدة البداية وهنعمل 15 سلسلة. اشتغل غرزة حشو، هدخل في اول سلسلة عندي، اسحب الخيط واطلع بيه، هيبقى معايا حلقتين، الف الخيط على الابرة وادخل في الحلقتين مع بعض، وهكرر كده في كل الحشو اللي موجود عندي لحد بس ما اوصل لاخر واحدة، وهنكمل مع بعض. كده وصلت لاخر غرزة. دلوقتي هعمل فيها 4 حشو، مش هعمل واحد بس، هعمل 4 من الحشو. كده عملت ال4 حشو بالشكل ده. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل في الجنب التاني من الحشو بتاعي. شايفين دلوقتي الغرز بتاعتي؟ لو بصيت هنا اهو هلاقي الفتحات اللي تحت الحشو دي اللي انا هشتغل فيها دلوقتي. هبدأ في اول واحدة دي هعمل فيها 1 حشو، هشد بس دي كده عشان تقفل معايا وما تعملش. هاجي هنا اهو اول حشو عندي، هدخل في الفتحة اللي من تحت الحشو، وطبعا اخد معايا الخيط ده علشان اداريه جوه الشغل. كده هو عملت اول حشو عندي. تاني واحد اهو الفتحة اللي تحتيه، هدخل اسحب الخيط واطلع بيه. كل ده وانا شغالة اهو فوق الخيط اللي بتاع النهاية بتاعي. الفتحة الجاية اهي واضحة، هدخل فيها. شايفين كده اهو خلصت، وصلنا لحد اخر حشو. دلوقتي بقى هعمل فيها 3 حشو بالشكل ده. كده انا يعتبر خلصت القاعدة بتاعتي دي. اول غرزة عندي هعمل فيها منزلقة، وده الصف الوحيد اللي انا بحب اعمل فيه منزلقة، الباقي بنشتغل فيه من غير منزلقة ولا حاجة، وممكن ما نعملش برضو، بس انا بفضل ان احنا نعمل في السطر ده علشان نقفله كويس. وهقفل الصف بالشكل ده. هطلع بقى بسلسلة وفي السطر ده علشان نبدأ ان احنا نطلع بالجوانب بتاعة الشنطة، هنشتغل في الحلقة الخلفية من الغرزة دي. كده الفي بتاعتي، دي الحلقة الأمامية ودي الحلقة الخلفية. أنا هدخل تحت الحلقة الخلفية وهبدأ إن أنا أعمل حشو. وفي أول حشو عملته هنا هبدأ إن أنا أدخل بالماركر علشان أعرف إن ده أول حشو عندي، وهكمل بالشكل ده في كل غرزة. هعمل حشو في الحلقة الخلفية لحد ما أوصل تاني لأول حشو عندي. طبعا بلف كده مع الشغل كله بالشكل ده. كده انا اهو وصلت لاخر غرزة، وزي ما انتوا شايفين ان شكل الشنطة هيبدأ يبان اهو. بدأنا نبان ان في جوانب وفي قاعدة زي ما انتوا شايفين كده. انا هشيل الماركر وهعمل في الغرزة اللي كان فيها الماركر غرزة حشو من غير ما اعمل منزلقة ولا اي حاجة بالشكل ده كده، وهرجع احط فيها الماركر تاني. وهبدأ اعمل في كل غرزة حشو غرزة حشو عادي لحد ما اوصل لاخر الصف او لحد ما اوصل للماركر بتاعي. كده وصلت اهو برضو للماركر. هبدأ ان انا اشيله واعمل في مكانه الحشو بتاع كده اللي انا ببدأ بيه الصف. هبدأ ان انا اشيله واعمل مكانه حشو جديد اللي هو بيكون بداية السطر الجديد بتاعي. لما اعمل الحشو برجع ارجع الماركر تاني علشان اعرف ان ده كده السطر الجديد. وبنكمل بقى بالطريقة دي لحد ما نوصل لطول الشنطة اللي احنا عايزينه. في الشنطة بتاعتي هنا انا عاملة 13 سنتي علشان الجزء بتاع الايد يبقى يوصل ل 15 سنتي، فهكمل لحد ما اوصل لل 13 سنتي ونرجع تاني نكمل الايد مع بعض.
هكتفي بكده وهبدأ ان انا اعمل معاكم الايد. اول حاجة هنعملها ان احنا هنبدأ نحط ماركر في الغرزتين اللي قدام بعض اللي هما في الجوانب دول كده، ونشوف هيتبقى معانا كام غرزة. يعني انا مثلا عندي 30 غرزة، فلما حطيت الماركر في الغرزتين اللي في الجنب دول هيتبقى معايا الناحية دي والناحية دي كل واحدة 14 غرزة. فهعمل كام بقى حشو وهعمل كام للإيد؟ هعمل 4 حشو وبعدين 6 للإيد بعدين 4 حشو. فهنبدأ مع بعض عادي. هشيل الماركر من أول غرزة وهبدأ كده ان انا اعمل 4 حشو. دلوقتي هعمل الايد، فهطلع ب6 سلاسل، وبما اني عملت 6 سلاسل فهسيب 6 حشو، وهبدأ في الحشو ده اشتغل بقى عادي حشو كده. هيبقى معايا هنا 4 حشو برضو. الغرزة دي برضو هشيل الماركر واعمل فيها الحشو، وفي الناحية دي هنعمل نفس الحاجة 4 حشو وبعدين 6 سلاسل، وهنسيب 6 حشو ونعمل 4 حشو كمان. ممكن نسيبها كده او ممكن نكمل السطر اللي انا هعمله دلوقتي كمان، وده كده هيكون اخر سطر. وكمان لو حابين ان احنا نخلي الايد مرفوعة اكتر ممكن نعمل عدد غرز زيادة من السلسلة. اللي انا هعمله ان انا هشتغل في اول 4 غرز حشو عادي. هنيجي بقى في الجزء بتاع الايد هعمل هنا 7 غرز عشان برضو ادي ارتفاع اكتر للايد. وزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نزود برضو في عدد السلاسل عشان نزود برضو ارتفاع الايد اكتر. بشتغل كده فوق السلاسل بالشكل ده، مش بشتغل جوه السلسلة نفسها، لا بشتغل كده فوق السلسلة عشان تديني الشكل ده. بالشكل ده كده خلصتها، وشايفين اخدت ارتفاع ازاي. دلوقتي هنبدأ عادي بقى نكمل. هنعمل حشو في كل حشو يقابلني لحد ما اوصل الناحية التانية للايد التانية، وهعمل فيها نفس الطريقة كده. وبكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم فيديو جديد.